الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قام الصلاة، قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا. طفي مزيد. بارك الله فيك. جزاك الله. اخواننا اللي عند الموبايل سكروا الهاتف. للأسف أحيانا ننبه بعض الإخوان حتى بعد التنبيه يترك الهاتف. استووا وسدوا الخلل وتراصوا. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. تحيات لله. السلام. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليك ورحمة الله. السلام أشهد أن اللهم صل على محمد وبارك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. آمين. لا لا لا. لا لا لا. لا لا لا. إن شاء الله الذين بعد صلاة النافلة درس بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وأيها الإخوة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وللإخلاص في الأقوال والأفعال، إنه على كل شيء قدير، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحباب الكرام، هذه حلقة من حلقات استكمالا لسلسلة الفوائد المجموعة من هنا وهناك، وهي فوائد بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يجعل فيها الخير والبركة والعلم النافع. وأن نبدأ بالفوائد الأولى، وهي يعني وقفات مع بعض المعاني في كتاب الله وبعض الآيات من كتاب الله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والبحر المسجور. يقسم الله عز وجل بالبحر المسجور. وهنا نقف عند كلمة المسجور. ما المقصود بالمسجور؟ يعني البحر المسجور ما هو؟ وقال هنا المسجور ولم يقل الساجر، البحر الساجر، فما معنى ذلك؟ يقولون أن البحر المسجور ولم يقل هنا البحر الساجر أن هناك نارا تحت البحر. وهل هذا صح أم لا؟ الجواب أن هذا صحيح. يوجد تحت قاع البحار نار موجودة، باطن الأرض كله نار، وقد ينفجر البركان من تحت قاع البحر، وهذا موجود. وهناك براكين في قاع البحر، لكنها تصل طبعا إلى الماء من فوق، يعني على هيئة يعني مياه ساخنة وكذا. ولكن لما الناس المتخصصين والغواصين وكذا ينزلون إلى يجدون أنها الحمم تخرج من قاع. إذن النار موجودة تحت قاع البحر، هذا صحيح. ولو يقسم الله عز وجل بالبحر المسجور، يقولون ولم يقل الساجر لأن هناك نارا تحت البحر. وفي يوم القيامة أن يعني قال تعالى: وإذا البحار سجرت. يعني هذه البحار التي نحن نشاهدها الآن تصبح نيران وتتفجر الأرض ويخرج ما في باطن الأرض. يعني قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. فالأرض تخرج ما في باطنها. ويعني يوم القيامة انفجار عظيم يحدث في هذا الكون يا إخواني. تدك الأرض دكا. قال تعالى: ودكت الأرض دكا. نعم. إذن الذي يعني نحن نفهمه من هذه الكلمة أن هناك نار تحت قاع البحار، وهذا معروف ومشاهد. أيضا قال الله عز وجل في خلق الإنسان: من سلالة من ماء مهين. وفي آية أخرى فجعلناه، قال سبحانه وتعالى: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جاءت في القرآن الكريم أكثر من مرة مسألة السلالة. الفيروزبادي أيها الإخوة، وهو يعني رجل عالم باللغة، انظر الآن كلمة السلالة ماذا قال فيها هذا العالم الجليل الذي هو متخصص في علم المفردات واللغات ومعاني المفردات والمعجم. قال رحمه الله: السلالة معنى كلمة السلالة في اللغة العربية هي السمكة التي لها رأس وذيل طويل. والإنسان خلق من السلالة، لكن كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف مسألة الحيوان المنوي وشكل الحيوان المنوي؟ الآن الحيوان المنوي شكله يشبه شكل السمكة، له رأس وله ذيل، سبحان الله العظيم. ومن سلالة من ماء مهين. يعني الإنسان عندما يتلقح الحيوان الذي هو من ماء الرجل
بالبويضة التي هي من ماء الأم، فإن يعني هذا الحيوان المنوي شكله يشبه عندما رآه العلماء تحت المجهر وتحت المكبرات الخاصة، هو عبارة عن ما يشبه سمكة لها رأس سمكة ولها يعني ذيل هكذا. هذا الذي رآه العلماء في يعني المتخصصون. وهنا انظر سبحان الله، يعني هذا العالم القديم الذي هو في زمن قديم هو فسر الكلمة حسب اللغة. في اللغة العربية كلمة السلالة في اللغة العربية سلالة، يعني يقول من معانيها في اللغة أن السلالة هي سمكة لها رأس ولها ذيل. وانظر سبحان الله الآن، يعني ما علاقة هذا بالماء المهين الذي يخرج من الذكر من الرجل. أيضا قال الله عز وجل أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنه الأمشاج يعني أخلاط، ولكن وصف هنا كله يعني أمشاج بمعنى أنه امتزاج، تمتجز فيه صورة هذا، يعني الإنسان يختلط ماء الأب بماء الأم، وبعد ذلك تبدأ مراحل المتوالية في قال تعالى وخلقناكم أطوارا، ينتقل من طور إلى طور الإنسان حتى يصبح إنسانا سويا في بطن أمه. أيها الإخوة، الزوجية لها قانون. الله عز وجل من كل شيء خلق زوجين. مسألة الزوجية هذه قانون في المخلوقات. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقفنا عند البحر المسجور، وقفنا عند من سلالة من ماء مهين، ثم بعد ذلك أمشاج نبتليه، والآن نقف مع قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كلها مسائل تتعلق عن يعني متتابعة. وهنا نتكلم يعني كلمة قصيرة حول مسألة يعني قانون الزوجية، لأن الله عز وجل يقول في نهاية الآية لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. إذن الإنسان يفهم أن هذا الأمر من الأمور التي تجعل الإنسان يتذكر ربه فيعود إليه. الإنسان عندما ينظر في هذه المسائل الإعجاز في خلق الإنسان، فإن الإيمان لا شك أنه يزيد، ولا شك أن الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف أنه له خالق، وهذا الخالق له حق عليك أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا. وهنا الله عز وجل يقول بعد هذه الآية مباشرة لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. الإنسان يعني الفرار إلى الله الرجوع والتوبة والاستغفار، وأن الإنسان يندم ويعني يعود إلى رشده ويعود إلى ربه. وهنا أيها الإخوة نقف مع قانون الزوجية في خلق الله كله. كل شيء خلق الله عز وجل منه زوجين. على سبيل المثال الآن قانون الذكر والأنثى في كل شيء موجود، في النبات، في الحيوان، حتى في الذرات وفي الإلكترونات هناك السالب وهناك الموجب. وإذا تلقح السالب بالموجب خرجت النتيجة. أنت الآن تعرف المصباح وتعرف الكهرباء، ولكن الكهرباء نتيجة أن السالب يلتقي مع الموجب. لو أخذت السالب فقط الكهرباء السالبة وأخذت الكهرباء الموجبة كل واحدة لحالها لا تحدث النتيجة. السيارة الآن يستخدم فيها الكهرباء ولا يستخدم فيها الكهرباء؟ الجواب صحيح. لكن هل نستخدم فيها الكهرباء السالبة وقد لا بد البطارية في السيارة فيها الكهرباء السالبة، تشتغل السيارة بالتقاء السالب مع يشتعل المحرك إذن مسألة الذكر والأنثى كل الثمرات متوقفة على هذا. سبحان الله العظيم. كل الثمرات، ثمرات النبات، العلم، وأشياء كثيرة جدا. سبحان الله العظيم. تعالوا معنا نقف هذه الوقفة الآن. يقول العلماء فكل شيء في هذا الكون فقير إلى شيء آخر يكمله. سبحان الله العظيم. الآن الذكر وحده في الكون فقير، لا بد له من الأنثى حتى تكمله.
فإذا اكتمل الإنسان التقى الذكر مع الأنثى كانت الأسرة وكان الأبناء وكانت الذرية وكان بعد ذلك الأجيال المتعاقبة والأحفاد والأجداد والأخوال والأعمام، وتكونت الأسر وتكونت القبائل وتكونت الشعوب وتكونت الأمم وعاش الناس. انظر إلى يعني هذا المشوار الطويل الذي بدايته الذكر والأنثى. قال تعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فسبحان الله العظيم أيها الإخوة، هذه وقفة عظيمة جدا، أن الإنسان فقير لشيء آخر يكمله. الذكر مع الأنثى لابد يكمل بعضهم بعضا. أيضا حتى هناك شيء اسمه النواة والأكترونات، وهذا لا بد للنواة من الإكترونات حولها، والسالب مع الموجب، فلا يوجد يعني جوهر فرد أبدا في هذا الكون. يعني لا يمكن أن تجد شيء في هذا الكون جوهر فرد لحاله، لا بد له من شيء يكمله. ولهذا يقول تعالى في نهاية الآية، انظر يعني حتى الآية اختتمت بماذا؟ يعني اختتمت بالتذكر والتفكر لعلكم تذكرون، ولم تختتم بغيرها، ولكن ختمت بهذه الكلمة العظيمة، لأن الإنسان يقف مع هذا الموضوع، موضوع الزوجية، وقفة المتذكر والمتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن قانون الزوجية هذا واحتياج الذكر للأنثى واحتياج الأنثى للذكر، هذا يدل على أن هناك شيء آخر لا يحتاج إلى هذا القانون. فما هو هذا الشيء الذي لا يحتاج إلى هذا القانون؟ نعم أيها الإخوة، إن هناك فردا واحدا لا يحتاج لشيء يكمله، وهو الله سبحانه وتعالى. أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فرد صمد سبحانه وتعالى، هو الواحد سبحانه، وهو الغني عن السالب والموجب، والغني عن الذكر والأنثى، والغني عن الولد لم يلد ولم يولد. كل مخلوق فهو زوجي، كل شيء خلقه الله عز وجل فهو زوجي. الدليل قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا، لفظ خلقنا هذا، فكل مخلوق زوجي. هذه قاعدة، لأن الله قالها في الآية: ومن كل شيء خلقنا، انتهت. كل مخلوق فهو زوجي، وما دام أنه زوجي فإذا هو محتاج لمن يكمله، لا بد له من يكمل. وإذا كان هو محتاج فإذا هو مخلوق ليس خالق، ما دام أنه محتاج فهو مخلوق. لكن الخالق لا يحتاج، الخالق لا يحتاج إلى شيء يكمله. والزوجية أيها الإخوة في المخلوقات تعتبر كمال. يعني إذا كان هناك زوج من في النبات أو في البشر أو في الحيوان أو في الأمور، فهذا من كمالها، من كمالها أن هناك يعني الزوجية فيها كمال. لكن في الخالق نقص. موضوع الزوجية إذا أخذته إلى الخالق قال تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. في الخالق كمال أنه فرد، لكن في المخلوقات عيب ونقص أن يكون فردا. الآن الرجل العقيم الذي لا يولد له عيب، هذا نقص فيه. الله عز وجل لا ولد له، لكن في الله عز وجل كمال أنه لا ولد له. لكن في المخلوقات نقص. هل أنتم فهمتم كلامي يا جماعة؟ يعني الرجل الذي لا ولد له نقول رجل عقيم، يعني عنده عيب، وهو أنه حتى الناس ما يزوجوه إلا لظرف معين، يقول لك هذا الإنسان لا يولد له. فيعني المرأة إذا كانت أيضا لا تلد، بالنسبة للمخلوقات يعتبر ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء وامتحان، ويعتبر عيب. لكن في الخالق كمال سبحانه وتعالى، أنه لا ولد له، أنه يعني إيش؟ كمال في الخالق.
أيضا في المخلوقين يعني المرأة التي لا تتزوج، التي لم يأتيها نصيب الزواج الناس ينظرون لها نظرة نقص. الرجل الذي يعني عنس أيضا لم يتزوج وكذا ينظرون له نظرة الكمال في البشر والكمال في المخلوقات وكذا أن تكون متزوجة وأن تكون متكاثرة، صح أم لا؟ لكن في الله عز وجل ليس له صاحبة وليس له ولد وليس له يعني ذرية وليس له، ففي الله عز وجل كمال، أن ليس له زوجة كمال، أنه ليس له ولد كمال. لكن عند الناس الذي لا زوجة له نقص، المرأة التي لا زوج لها نقص. فهمتم يا أخواني؟ فنحن نفهم من هذا أن قانون الزوجية في المخلوقات كمال، لكن في الخالق نقص. فهمتم هذا يا إخواني؟ فهمتم هذا؟ ولهذا قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا من آيات الله ومن الأمور التي تقوي الإيمان ومن الأشياء التي تجعل الإنسان يعني يعرف يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هب لو أن البشر خلقوا من جنس واحد، كيف ستكون حياتهم؟ شقاء، ثم ينقرضون وينتهون. لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل جنسين ذكر وأنثى في الإنسان حتى تصلح حياتهم، حتى يعني سنة الله عز وجل في خلقه. أيها الأخوة، نقف وقفة أخرى الآن في مسألة الذب والرد عن عرض أخيك المسلم. هل عليه ثواب عندما أكلف نفسي أن أكون محاميا أدافع عن عرض أخي المسلم الغائب عني الذي ليس حاضرا معي، وأنا أدافع عن عرضه وأذب عن عرضه؟ هل جاء في هذا شيء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد ثواب على هذا الموقف أم لا؟ يعني وصفت لكم في بداية الكلام أن تنصب نفسك محاميا تدافع عن عرض أخيك المسلم الغائب. تكلم رجل في أخيك المسلم بكلام لا يليق وأنت كنت في المجلس، فقمت ويعني تدافع عن عرض أخيك المسلم هذا الغائب. فهل يوجد كلام في السنة حول هذا؟ هل هناك ثواب؟ هل حض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ فهمنا السؤال أيها الإخوة أم لا؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تقوم تدافع عن عرض أخيك المسلم الغائب الذي هو الآن غير موجود، رجل تكلم قال إن فلان رجل منافق ورجل فاسق ورجل يأكل الربا وأنت تقوم وتقول اتق الله، ما رأينا من الرجل إلا خيرا، والكلام الذي أنت تقوله الآن ليس عندك عليه دليل، ولو كان عندك عليه دليل المفروض أن تسكت وأن تنصحه وأن تستره، لا أن تفضحه في المجالس. ما هي الفائدة من فضحه الآن؟ تدافع عن عرض أخيك المسلم. هل هذا واجب شرعي؟ استمع إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. استمع يا أخي حتى نفهم أن الدين ليس فقط قراءة القرآن، ولكن تطبيق القرآن، ليس فقط استماع الخطبة والدروس وكذا واستماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تطبيق هذا الموضوع في حياتنا أيها الإخوة. لا بد أن نطبق هذا. قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. واضح الحديث، هذا حجاب من النار أن ترد عن عرض أخيك المسلم. ما الذي، أنا أسألك بالله عليك الآن، ما الذي يحدث عندما ينتشر بين الناس أننا نرد عن عرض أخينا المسلم؟ ما الذي يحدث؟ يحدث أن الفتن تموت، وأن الستر بين الناس ينتشر، وأن النصيحة التي تكون سرا هي التي تكون الوسيلة
في معالجة الأخطاء، ويكون المحبة بين الناس، لأن العيوب تكون دائما يعني تحت الحجاب لا يراها الإنسان. فالذي يحدث دائما أن الإنسان يتعامل مع أخيه المسلم دائما المعاملة الحسنة، وهناك منافع كثيرة في الموضوع الحقيقة. في حديث آخر أيضا في كتاب صحيح الجامع، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا حديث واضح، حديث مهم، يعني الإنسان يعمل به. وقال عليه الصلاة والسلام: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ما معنى نصر أخاه بالغيب؟ أنه قال للذي يتكلم فيه بالسوء: اتق الله ولا تقل إلا خيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل خيرا أو اصمت. إذا كنت في المجلس وسمعت رجل يتكلم في رجل بسوء فقل له هكذا: اصمت. يقول: لماذا تقول اصمت يا أخي؟ قل له: اصمت. ما معنى اصمت؟ اسكت. طيب، ربما يعترض يقول: لماذا تقول اصمت؟ قل له: ما أنا لست أنا الذي قلت لك اصمت، لست أنا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لك اصمت. خلاص، اصمت، اسكت، لا تتحدث بها. بالله عليكم، ما الذي يحدث إذا أصبحنا نطبق هذا الحديث؟ الأخلاق بين الناس تصبح هي هذا الذي أنت قلت له اليوم اصمت. صدقني والله العظيم، لقد أعطيته كما يقولون الأطباء الإبرة، لن يعود إلى هذا المرض أبدا. جرب جرب جرب، استخدم هذا الدواء. صدقني، هذا الرجل سوف يغضب منك الآن، لكنه لن ينسى هذا، وعندما يكون في مجلس آخر ويريد أن يتكلم يتذكر يوم أن قلت له أصمت، فلا يزيد. وربما يأتيه الشيطان ويقول لك: كيف تقول لي أصمت أمام الناس وأن تقول له كيف تغتاب أمام الناس؟ فهمتم؟ ربما يقول لك: أنت تقول لي أصمت أمام الناس، وقل له: وهل تريد أن تغتاب أمام الناس؟ أحسن تصمت من بدل هذا، أنت تأكل لحوم الناس، أحسنت. سوف يغضب اليوم لكن لن ينسى. وأنصحك أن تقول له بهذه العبارة: أصمت. لا تقول له كلمة أخرى، قل له أصمت، أصمت، وإذا أعاد قل له أصمت. خلاص، هذه الكلمة بالحروف وبهذه العبارة وبهذا الأسلوب وفي هذا الموقف، صدقني يا أخي، اسأل من جرب، يعني تداوي ذلك الرجل ولا ينساها، سبحان الله، لأنها كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أتيت بها بحروفها واستخدمتها في مكانها. صدقني لن يعود هذا الرجل، وإذا أعاد أنت عدت مرة مرتين ثلاثة، أنت داويت هذا الإنسان، هو مصاب بمرض الغيبة وأنت أعطيته الدواء. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص منه فيه من عرضه ويهتك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينتصر لمسلم ينتقص منه في عرضه ويهتك فيه من حرمته إلا نصره الله
في موطن يحب فيه نصرته. نعيد الحديث حتى نفهم هذا الحديث. من كان جالسا ثم رأى من ينتهك حرمة أخيه المسلم وينتقص من شأن أخيه المسلم، فلان لا يعرف شيئا، لا يفقه شيئا، رجل صعلوك، رجل فاسق فاجر وإلى آخره، ينتهك من عرضه وينتهك من حرمته، وأنت تجلس وتسمع ذلك، أنت خذلت أخاك المسلم الغائب، لم تنتصر له، لم تفزع وتدفع عن عرضه الغائب، هذا خذلته. ما هو الجواب؟ ما هو الجزاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. أنت يا من سكت سوف يعاقبك الله، فيخذلك أيضا في موقف تكون تبحث عن نصر الله فيه، وتبحث عن فرج الله فيه، وتبحث أن الله عز وجل ينصرك فيه، تخذل. لماذا؟ لأنك كنت جالس في مجلس من المجالس وسمعت بمسلم ينتهك من حرمته وينتهك من عرضه، ولم تغضب ولم تنتصر لأخيك المسلم. فهمنا هذا الحديث أيها الإخوة؟ طيب، الصورة العكسية، لو أنت قمت وانتصرت لعرض أخيك المسلم ودافعت عن عرض أخيك المسلم، ما الذي يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: وما من أحد ينتصر لمسلم، يعني مسلم انتهك عرضه وهتكت حرمته، ما الذي يحدث؟ إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. تكون في موقف من المواقف الصعبة التي تتمنى أن الله ينجدك وينصرك، لأنك كنت في الأيام الخوالي إذا تكلم أحد في عرض أخيك المسلم كنت تقف بالمرصاد، تدافع عن أعراض المسلمين، تدافع عن حرمات المسلمين، تقول للظالمين الذين يظلمون بألسنتهم: اتقوا الله، اسكت. كنت تدافع، ثوابك عند الله. إلا نصرك الله في موطن تكون مكروب تبحث عن نصر الله. فهمنا هذا الحديث أيها الإخوة؟ حديث مهم، والحقيقة يا ليتنا نطبق هذا في حياتنا. لماذا؟ لأننا في حياتنا ينتشر بيننا إما أننا الفاعل الذي ينتهك الحرمات، وإما أن نكون المستمع الذي يستمع لبرامج انتهاك الحرمات. هذاك إذاعة يتكلم راديو ونحن المستمعون لهذا الراديو. إن الإذاعات في الراديو إذا لم يستمعها الناس أغلقوها، لكن إذا كانت الإذاعات لها مستمعين خلاص يعمل لك برنامج ما يطلبه المستمعون، لأن هناك مستمع لهذه الآفات ولهذه الأمراض. ولهذا السبب لابد أن نبث بين المسلمين ثقافة الرد عن الحرمات والذود عن الأعراض، وأن المسلم الحق هو الذي يقف بالمرصاد لألسنة المفسدين الذين يفسدون بألسنتهم. نقول له: يا أخي اتق الله، لو كان لك نية إصلاح اذهب إلى هذا الرجل وانصحه، انتهت القضية. لكن أن تفضحه في المجالس لا يوجد أي فائدة في ذلك، وليس هذا من شأن الصالحين ولا من أخلاق المتقين. طيب أيها الإخوة، نقف مع بعض الكلمات العظيمة الجميلة التي تأتي على القلب كالمطر ينهمر من السماء فتنبت الأرض بإذن ربها. أيها الإخوة الكرام، يقول ابن المبارك عليه رحمة الله تعالى، يقول بسنده: قال أبو الدرداء عن الحسن قال أبو الدرداء: من لم
من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. بعض الناس لا يعرف نعمة الله إلا أن الله يطعم ويسقي، يقول لك أنا نعمة الله أطعمني وسقاني، ولكن نعم الله لا تعد ولا تحصى. أبو الدرداء صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة العظيمة: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. يعني لا يكون المؤمن هكذا، ولكن المؤمن دائما يتذكر نعمة الله عليه في كل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهو رقم لا نهاية له. نعم الله عز وجل هو الرقم الذي لا يعرف النهاية. من نعم الله ما نعرفه، ومن نعم الله ما لا نعرفه أيها الإخوة. ولهذا الإنسان يقول: اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، ظاهرة وباطنة، صغيرة أو كبيرة، علمناها أو جهلناها. قال ابن مسعود رضي الله عنه كلمة عظيمة: المتقون سادة. المتقون هؤلاء هم سادة القوم حقا. المتقون سادة، والفقهاء قادة. فقهاء الذين تفقهوا في دين الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقهاء قادة، الفقهاء الحقيقيون الربانيون الذين يعملون بما يقولون، الذين لا يخشون في الله لومة لائم، الذين لا يترددون على أبواب الملوك، ولا يتزلفون للحكام، ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هؤلاء هم الفقهاء حقا أيها الإخوة. ولنا في هذه الأزمنة المتأخرة في الأمة أزمة في هؤلاء الفقهاء. الفقيه العالم قد يوجد، لكن الفقيه الرباني الذي يصلح الله عز وجل به الناس ويغير الله عز وجل به البلاد والعباد عز في هذا الزمان، قل في هذا الزمان أيها الإخوة. والفقهاء، ولهذا قال: والفقهاء قادة، يقودون الأمة، يقودون الناس. يعني الملوك المفروض لهم مجلس فقهي يجتمعون معه ويتشاورون معه، والفقهاء ينصحون الإمام وينصحون الأمير وينصحون الملك أو الوالي، ولا يخشون في الله لومة لائم، يبينون له الحلال من الحرام. للأسف الشديد أن هذا في زمننا الحاضر قليل. قال: المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة، زيادة في الإيمان، زيادة في التقوى، زيادة في العلم، زيادة في الخير، زيادة في كل شيء. إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله كان يسير إلى الحج. وإبراهيم بن أدهم رجل يعني رحمه الله تعالى من الزاهدين، وكلامه كله حكم وعلم، رضي الله عنه ورحمه الله، رجل عظيم من سلف هذه الأمة. كان يسير إلى الحج ماشيا، فقال له، يعني استوقفه أحد الناس وقال له: أليس لك دابة؟ رجل رأى إبراهيم بن أدهم يسير إلى الحج ماشيا، فقال له: يا إبراهيم يا ابن أدهم، أليس لك دابة تركب عليها تسير إلى الحج؟ أليس لك مركوب تركب عليه تسير به إلى الحج؟ فقال هذه الكلمات العظيمة التي كلها حكم، يا ليتنا نفهمها. قال إبراهيم بن أدهم: إن معي مراكب كثيرة لكنك لا تراها. إن معي مراكب كثيرة لكنك لا تراها. فقال له الرجل: فما هي هذه المراكب؟ ما هي هذه المراكب التي أنت تركبها؟ قال له: إذا نزلت مصيبة ركبت لها مركب الصبر، وإذا نزلت نعمة ركبت لها مركب الشكر، وإذا نزل بي القضاء ركبت له مركب الرضا والصبر. إذا نزل البلاء، الشكر إذا نزلت النعمة،
الرضا إذا نزل القضاء. انظر إلى هذه المراكب العظيمة: صبر وشكر ورضا. الرجل إذا كان عنده صبر، وإذا كان عنده شكر، وإذا كان عنده رضا بقضاء الله، هذا يمشي على رجلين في الأرض إلى آخر الدنيا لا يبالي، له صبر وله شكر وله رضا. سبحان الله العظيم. وإذا نزل بي القضاء ركبت له مركب الرضا، فقال الرجل لإبراهيم بن أدهم: سر على بركة الله، سر على بركة الله، فوالله أنت الراكب وأنا الماشي. فوالله أنت الراكب وأنا الماشي. فالحقيقة كان في كلامهم عبرة وذكرى. الحق يقال لهؤلاء السلف الصالح رضوان الله عليهم. يحكي لنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: كان السلف الصالح يعني أحوالهم، حياتهم، كيف كانت حياتهم؟ يتنقلون بين ماذا وماذا؟ قال: كان السلف الصالح بين حمد وشكر واستغفار، يعيشون هكذا بين حمد يحمدون الله، وبين شكر يشكرون الله، وبين استغفار. حمد، ربما الواحد لما حمد على المصائب، يحمدون الله على المصائب، يستخدمون الحمد مع المصائب. الناس اليوم هل يستخدمون الحمد مع المصيبة؟ الواحد إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله. السلف كانوا يستخدمون الحمد مع المصائب، والشكر مع النعم، الشكر مع النعم، والاستغفار مع الذنب. مصائب ونعم وذنوب. الحمد على المصائب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يفسر هذا، قال: حمد على المصائب، وشكر على النعم، واستغفار من الذنب. هذا كلام قيم من الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، كلام قيم من الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. حمد على المصائب، وشكر على النعم، واستغفار من الذنب. هذا هو كان حال السلف رضوان الله عليهم، رغم الصلاح الذي كان فيهم، لكن انظر حالهم كيف كان. ونحن رغم العوج الذي نعاني منه نسينا الحمد ونسينا الشكر ولا نعرف الاستغفار، وأحوالنا شديدة أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل يصلح الحال. كان الحسن رضي الله عنه إذا شرب الماء كان يقول: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الحمد لله، لما يشرب الماء يقول: الحمد لله الذي جعله عذبا يعني الإنسان يستطيع أن يشربه، عذبا فراتا برحمته سبحانه وتعالى، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، بسبب ذنوبنا. لا إله إلا الله. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى الحكمة، قال علي رضي الله عنه: عليكم بإخوانكم فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألم تسمع قول الله عز وجل يعني عن أهل النار؟ قال الله عز وجل عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق الحميم الصالح ينفعك يوم القيامة بإذن الله. والشافعين من الأقارب ومن المؤمنين يشفعون لهم شفاعات يوم القيامة. الصالحون من أهل الجنة يشفعون في أهلهم، والصديق الحميم يشفع في صديقه يوم القيامة. انظر هنا، قال علي رضي الله عنه: عليكم بإخوانكم. إنسان يجعل له من حوله إخوة في الله، يقوي معهم العلاقة ويزيدهم إيمانا ويزيدونه إيمانا كما أمر الله عز وجل،
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إخوة، لحمة واحدة، يعني الكتف مع الكتف، الكعب مع الكعب، يعني كالجسد. هذه كلها تواصل جسدي وتواصل روحي وتواصل إيماني، يعني الشرارة الإيمانية تنتقل في الصف من أحد إلى أحد ومن هذا إلى هذا، والكلمة الإيمانية تنتقل من هذا الأخ إلى هذا الأخ، نور على نور. هكذا يكون المؤمنون. مؤمنون إخوة يا أخي، يعيشون الحياة يعني الحياة الجماعية الواحدة التي هي قلب واحد وجسد واحد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا فأصبحتم بنعمته إخوانا على سرر متقابلين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. انظر الآيات القرآنية كيف يعني تربط المؤمن بأخيه، سلسلة واحدة لا ينفك أحد. هذا هو المفروض أن تكون عليه شكل يعني الأمة الإسلامية وشكل المجتمع الإسلامي، أسرة واحدة. قال علي رضي الله عنه: عليكم بإخوانكم. يكون له الإنسان إخوة من المؤمنين يتعاون معهم على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحان الله. فإنهم عدة في الدنيا. الإنسان لما يكون له إخوة في الله يعينوه في مصائب الدنيا ويقفون معه في أمور الدنيا. قال: وفي الآخرة. أيضا في الآخرة الإنسان يجد الإخوان في الله، يجدهم معه. ألم تسمع قول الله عز وجل؟ علي رضي الله عنه يقول: ألم تسمع قول الله عز وجل عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لا إله إلا الله. وبالمناسبة أيها الإخوة، الشيء بالشيء يذكر. أهل النار لما تكلم الله عز وجل عنهم قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. إلا أصحاب اليمين. ما الأمر؟ ما الخطب؟ كل إنسان يوم القيامة هو مرهون بعمله. ما معنى مرهون بعمله؟ يعني أحوالك متوقفة على حساب عملك. مصيرك يوم القيامة متوقف. المصير، أنت من أهل النار أم أنت من أهل الجنة، المصير متوقف على العمل. انتهت القضية. يعني نهايتك وما سوف أحوالك متوقفة على خلاص. ولهذا العمل قيمته عظيمة جدا. الناس اليوم لا يلاحظون، ولكن في ذلك اليوم يلاحظون أن يعني متوقف مصيرك على حكم عملك. كل نفس مرهونة بالعمل، كيف مصيرها؟ حسب عملها، الله أعلم. خيرا خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شر. وما في واحد ينفع واحد. ولا تزر وازرة، لا يمكن أن رجل يحمل حمل رجل آخر. كل واحد يحمل حمله، وهم يحملون أوزارهم ليس على ظهور غيرهم ولكن على ظهورهم. اليوم عندما تحمل شيء يكون ثقيل عليك ربما يحمل عنك الآخرون، لكن يوم القيامة لا يحمل ثقلك إلا ظهرك. قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم هم ليس ظهور غيرهم. إلا أصحاب اليمين. ما معنى ذلك؟ أصحاب اليمين ما الذي يحدث؟ أعمالهم لا تكون محصورة عليهم، ولكن أعمالهم تذهب حتى غيرهم يستفيدوا منها. ولهذا لما يدخلون الجنة يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قالوا العلماء في أصل الإيمان فقط، يعني الرجل مؤمن وأولاده وزوجاته فيهم الإيمان موحدون وفيهم العقيدة، ولكن أعمالهم في صالح الأعمال لا يرقون إلى درجة الزوج أو درجة الأب. لقد كان الأب وقد كان الزوج رجلا صالحا، يعني رجل في الصلاح وفي الإيمان وفي التقوى درجته عالية. فإذا جاء يوم القيامة موضوع الدرجات في الجنة، فإن الأب أو الزوج يكون في درجة ولكنه من أصحاب اليمين، خيره يأخذ معه غيره، فتلحق به الزوجة وتلحق به الذرية وتلحق به البنات ويلحق به الأولاد، ويزيدهم الله عز وجل يرفعهم درجات حتى يكونوا في درجة أبيهم أو في درجة الزوج.
وهذا من نعمة الله عز وجل. كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة على حسب العمل، لا يمكن أن تزيد درجة ولا حسب عملك، إلا أصحاب اليمين فإن خيرهم يعم بالفضل والإحسان حتى غيرهم من الأهل ومن الذرية ومن الزوجات وكذا. فسبحان الله العظيم. قف مع قولة علي رضي الله عنه: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لا بد لنا من الإخوة في الله، من الإخوان في الله، وأن نزيد منهم وأن نزداد منهم يا أخواني، وأن نعرف أنهم مهمين جدا في الدنيا وفي الآخرة، ونأخذ بنصيحة علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يعني حتى تعلم أنه ليس فقط رجلا، يعني رجل يتكلم في الحديث النبوي، ورجل علامة يتكلم في الفقه وفي الأحاديث، ويعني له مؤلفات في العقيدة وفي كل شيء ألف، لكنه أيضا له نظرة في خلق الله. وقف مع هذه الفائدة التي ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم شفاء الغليل، شفاء العليل عليه رحمة الله. ماذا يقول؟ قام بتجربة على النمل رضي الله عنه، وجد، يقول أنه يعني رأى نملة وجدت شق جرادة. تعرفون الجرادة؟ جرادة يعني مثل فراشة كذا، جرادة يعني حيوان معروف الجراد، شق جرادة بمعنى قطعة من الجراد. فحاولت هذه النملة أن تحمل هذه الجرادة، طبعا ما استطاعت، بالرغم من أن النمل هو من أبطال حمل الأثقال. النمل يعتبر من الحيوانات التي أخذت الحزام الذهبي في حمل الأثقال، بحسب وزنها وحجمها هي تحمل شيء يكون أكبر من حجمها ومن وزنها. انظر، النملة تحمل ورقة شجرة، وهي يعني أثقل. لو تقيس وزن النملة مع وزن الورقة تلاحظ أن يعني سبحان الله هي تحمل أثقال كثيرة يا جدا يعني. المهم، هذه النملة أرادت أن تحمل شق الجرادة فما استطاعت. ما الذي فعلته؟ اتصلت بالأمم المتحدة، مجلس الأمن. ما الذي فعلته؟ ذهبت إلى أخواتها، ولاحظ أنها ذهبت إلى أخواتها أبناء قومها، لم تذهب إلى قبيلة أخرى من النمل، رغم أن النمل كلهم نمل، ولكن كل نمل وله يعني خليته الخاصة وجنوده ونظامه قانونه. ذهبت إلى يعني المملكة التي هي تتبعها، واستنجدت بإخوانها، ولم تعطيهم الأخبار وتعطيهم الأدرس كما يقولون، والبوست كودة كما يقولون، والعنوان ورقم الشارع وكذا، وتقول لهم اذهبوا واحضروا أنتم، أنا تعبت، اتركوني أرتاح في المطعم جوه، اذهبوا أنتم احضروا البضاعة. لا، رجعت إليهم، أخبرتهم عن المكان، وجاءت معهم إلى عين المكان لأنهم تدلهم على المكان، جاءت معهم. قال الإمام ابن القيم: ذهبت وأخبرت أخواتها ثم رجعت. قال الإمام ابن القيم: فلما رجعت رفعت شق الجرادة. الإمام ابن القيم رفع شق الجرادة فلم يجدن شيئا، أخواتها من النمل لم يجدن شيئا، فذهبنا ورجعنا، لأن النمل له خبرة في الحياة، ربما الريح أخذت هذه الجرادة، ربما جاء نمل آخر وأخذ هذه الجرادة، فيلتمسون الأعذار، ليسوا مثلنا نحن البشر مباشرة نكذب ونفسق ونكفر ونخرج من ملة الإسلام. العالم إذا زل زلة واحدة يعني رموه بأشنع الألقاب. لا، يعني رجعنا، رغم أنهم تعبوا الآن النمل، ولكن رجع الجنود. ولما
رجعت النملة، قال فرجعت النملة مرة أخرى، قال فوضعت شق جرادة مرة أخرى، حاولت أن ترفعها ما في فائدة، رجعت إلى أخواتها أخبرتهم عنه ما في فائدة، يعني رجعوا هو رفع. فحدث هذا الأمر تقريبا مرة أو مرتين. في المرة الثالثة ما الذي حصل؟ رجع النمل وما وجد شيء. يعني هنا الآن النمل اكتشف يعني ظاهر الأمر أن هذه النملة تكذب عليهم. يقول الإمام ابن القيم: وفي المرة الثالثة استدارت النمال حولها حلقة واحدة، وضعوها في منتصف الحلقة، ثم عملوا عليها دائرة، أقاموا عليها حد الرجم، خلاص الآن أقام عليها الحد ما في كلام. استداروا حولها حلقة واحدة فقطعوها قطعا. هذه النملة الآن يقام عليها الحد، لأن 3 مرات نحن نأتي ولا نجد هذا. إذن التهمة حكمت المحكمة بأن يقام الحد على الكاذب. طيب واحد يقول: لماذا قطعوها قطعا؟ لماذا لم يطردوها طردا لكن قطعوها قطعا؟ حتى لا يبقى كاذب في مجتمع النمل. النمل مجتمع خير من كثير من الناس، مجتمع صادق لا كذب فيه، لا يوجد فيه الرشوة، لا يوجد فيه التدوير، دور ما في دور، ما في رشوة، ما فيه هذا الكلام النصب والاحتيال، ما فيه كوربسي، ما فيه كوربشن، ما فيه الفساد المالي والفساد الإداري. ولهذا النمل مجتمع ليس فيه الفيت، ليس فيه الكريسيس، لا يعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية. النمل يعيش من الصيف إلى الشتاء ومن الشتاء إلى الصيف، ولم يقدم دعوة في مجلس الأمن يشتكي من الأزمة الاقتصادية أبدا. يرضى بقضاء الله ويقوم بالواجب الذي كلفه الله عز وجل به. تعليقنا على هذه الحادثة التي حدثت للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فنقول: أيها الإنسان، هلا تعلمت من البهائم يا صاحب القلب الهائم؟ هلا تعلمت من هذه البهائم؟ لا يعظمن قدرك، أو لا تعظمن من قدرك وتتكبر. فقد تعلم قابيل كيف يدفن أخاه من الغراب، وعلم سليمان خبر بلقيس من الهدهد. فلا يعظمن قدرك أيها الإنسان، لا تتكبر، فإن قابيل تعلم كيف يدفن أخاه من الغراب. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه حتى يعلم قابيل درسا، سبحان الله العظيم، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وعلم سليمان خبر بلقيس من الهدهد، قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني أحط بما لم تحط به. سليمان عليه السلام الذي علمه الله عز وجل علما وأتاه الله عز وجل ملكا عظيما، إلا أنه تعلم من هدهد. فلا يعظمن قدرك أيها الإنسان، تواضع وتعلم واطلب العلم. بارك الله فيكم أيها الإخوة. نقف وقفة مع يعني لا بد لنا أن نرى ابتسامة على وجوهكم، لا بد لنا من ذلك، ولا بد لنا أن نرى يعني أسنانكم البيضاء. الله يجزيكم خير كما عودناكم في كل جلسة من الجلسات. ولكن هذا يعني هذه موعظة من مواعظ جحا، ليست فقط نكتة لكن فيها موعظة. جاءت امرأة، وكان جحا يبيع في دكان يبيع في الزيتون، ويعني جاءت امرأة لتشتري زيتونا من جحا، وطلبت منه أن يبيعها ولكن بالأجل. ما معنى بالأجل؟
يعني يبيعها ولكن لا تعطيه الآن، يعني على 7-8 شهور تعطيه الثمن. فأعطاها جحا يعني زيتونة تذوق الزيتون، قال خذي هذه الزيتونة ذوقي يعني هذا الزيتون. فاعتذرت المرأة وقالت له إني صائمة أقضي، إني صائمة قضاء رمضان الماضي، إني صائمة قضاء رمضان، تقضي في رمضان الماضي. فخطف جحا منها الزيتونة وقال لها هذه العبارة الجميلة: قومي يا ظالمة أنت تماطلين ربك عاما كاملا وتطلبين مني الشراء بالأجل. فهمتم القضية؟ قال لما أنت واضح أظن المثل يعني مش محتاج إلى شرح، بس فيه عبرة صراحة، فيه عبرة. يعني قال له أنت يعني الآن عام كامل وأنت جالسة تماطلي في أيها الإخوة الكرام، عندنا سؤال: من هم أهل الفترة؟ من هم إيش؟ أهل الفترة. من هم أهل الفترة؟ أصحاب الفترة. أيوة. وأيضا السؤال له يعني فقرة أخرى: وهل صحيح أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار وأن أمه أيضا في النار؟ نريد أن نعرف هذا، ما صحة الحديث في ذلك، نريد أننا نناقش هذه القضية. اعلم بارك الله فيك أن أهل الفترة أو أصحاب الفترة هم ينقسموا إلى قسمين: قسم مسكوت عنهم، وأصحاب الفترة هم الناس الذين عاشوا من بعد عيسى عليه السلام وقبل بعثة وماتوا قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس الذين عاشوا في هذه الفترة وماتوا هم يسمون بأصحاب الفترة أو أهل يعني أهل الفترة، اللي هم ما بعد عيسى عليه السلام وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الفترة ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: قسم مسكوت عنهم، مسكوت عنهم، لم تتكلم عنهم السنة، لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني قسم مسكوت عنهم. وقسم جاءت السنة بأحوالهم، أين هم الآن، كيف حالهم الآن، في النار في الجنة. قسم جاءت السنة بأحوالهم. في الحديث أن رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أبيه، هل هو في النار أم لا؟ جاء يسأل عن أبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. هو أين؟ في النار. فكأن الرجل يعني شق عليه ذلك الأمر وأصابه شيء من الحزن، ويعني حزن لهذا الكلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، حتى يخفف عن الرجل يعني هذا الأمر. ولا غرابة في ذلك أيها الإخوة، لا غرابة في ذلك. فهذا آزر والد إبراهيم الخليل عليه السلام، إمام الحنفاء. آزر هو والد إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء عليه السلام، إلا أن آزر في النار كما جاء هذا في القرآن الكريم، إلا أن آزر والد إبراهيم هو في النار. إذن أيها الإخوة نفهم هذا. طيب، هل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار أم لا؟ هذا السؤال مهم أيضا. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن له الله، لم يأذن له. وهذا يا إخوة من أشد المواقف ومن أصعب المواقف، فلم يأذن له. قال نزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يا إخواني ابتلاء. الأنبياء ابتلوا في أبنائهم، وابتلوا أحيانا في آبائهم، وابتلوا أحيانا بزوجاتهم، فهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء. وأيضا يثبت قاعدة، وهي أن الأنساب يوم القيامة ليست هي المسألة التي يعني تقرب من الله أو تباعد من الله، ولكن القرب من الله والبعد من الله بحسب الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا تستغرب يا أخي، فإن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب مثل، يعني وأبو جهل من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم في النار يعني. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له. ولكن هل أذن له أن يزورها ويدعو لها؟ لا، استأذن أن يزورها فأذن له أن يزور قبر أمه ولكن لا يدعو لها. سبحان الله. أذن له أن يزورها فقط للعبرة، حتى يأخذ العبرة فقط، العبرة بالموت وبالقبور. ومن هنا أيها الإخوة قال العلماء: يجوز زيارة قبور الكافرين والمشركين، تجوز للعبرة، لكن بشرط ألا تكون هناك يعني فتنة في ذلك. ما معنى فتنة في ذلك؟ أن يكون يعني الإنسان يزورها ثم لو زارها ربما لو ترتب على هذا بعض الفتن، كمثلا يصبح كأنه طقوس تعظيم، أو كأنه مثلا يعني مداهنة في دين، أو أنه مثلا يعني من باب أننا يعني يوم ندين بدينكم ويوم تدينون بديننا إلى غير ذلك من هذه المسائل، فالباب في هذا مغلق. لكن إذا كان الإنسان يزورها فقط ليأخذ العظة والعبرة بمسألة القبور، مسألة الموت، فإن هذا يعني موجود يعني، ولو كان قبر مشرك يجوز أن الإنسان يزوره من باب العبرة والعظة. وما دام أننا فتحنا شيئا في السيرة فلا بأس ببعض المعلومات التي هي في الواقع معلومات من هنا ومن هناك، لكنها مهمة في موضوع السيرة. أيها الإخوة، من هو الصحابي الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله ضاحكا؟ هناك صحابي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يلقى الله عز وجل، هذا الصحابي يلقى الله ضاحكا يوم القيامة. من هو هذا الصحابي؟ هو طلحة بن البراء. طلحة بن البراء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى الله ضاحكا يوم القيامة. آدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل، ما هي أول حركة قام بها آدم؟ يقولون إن أول حركة قام بها آدم، يقول المفسرون أن أول حركة قام بها آدم عليه السلام بعد أن تم خلقه ونفخ الله عز وجل فيه من روحه، أول حركة قام بها العطس، أنه عطس، هذه أول حركة. والعلم عند الله تعالى. كلنا يرى المئذنة، لكن ما هي أول مئذنة في الإسلام؟ أول مئذنة يقولون إن أول مؤذنة يعني بنيت في الإسلام هي في عهد معاوية رضي الله عنه. المئذنة الموجودة في الجامع الأموي، المئذنة الجامع الكبير الموجودة في دمشق. في دمشق هناك مئذنة في الجامع الكبير، تلك المئذنة بناها معاوية رضي الله عنه. وعلى فكرة المآذن بناها معاوية رضي الله عنه ودكها بشار الأسد. نسأل الله عز وجل أن يدك رأسه في النار. أن هذا الرجل الذي طغى وبغى في الأرض وأفسد في الأرض، قتل الصغار والكبار إن لم يتب.
مكة لها اسم مكة وتسمى أيضا بكة. ما الفرق بين الأمرين؟ ولماذا سميت بكة؟ قال تعالى للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يقول المفسرون أن بكة سميت بهذا الاسم لأنها كانت تبك أي تكسر أنوف الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا. سبحان الله العظيم، الجبابرة والعتاة إذا أحدثوا في مكة شيئا دكت أنوفهم، والله أكبر. يعني سميت بكة لأنها كانت تكسر يعني أعناق وأنوف الجبابرة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأما مكة فمكة هو اسم البلد أو المدينة التي فيها الحرم، لكن بكة هو اسم الكعبة، يعني الحرم نفسه أو المسجد نفسه، الكعبة والمسجد، هذا يسمى بكة. أما مكة فهي المدينة كلها، مدينة مكة. هناك سورة في القرآن حض النبي صلى الله عليه وسلم على حفظها وحض الناس على حفظها. تعلمون ما هي هذه السورة؟ سورة النور. سورة النور حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظها، أمر بحفظها وحث على حفظها. لماذا ذكرنا هذه الفائدة؟ لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون سورة النور، لا يحفظون سورة النور، وكثير من الأخوات لا تحفظ سورة النور. ولهذا ننصح الأخوات وننصح الإخوة بحفظ سورة النور كما حثهم النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء؟ يعني وزارة الإعلام، يعني الماكينة الإعلامية التي تدافع عن الإسلام وهيبة الإسلام، والقنوات الإسلامية التي تعلم الناس الخير وتحث الناس على الخير. هل الشعراء معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الإعلام؟ لأن في ذلك الوقت كانت ثقافتهم الشعراء هؤلاء قبل أن تبدأ الحروب يبدأ الشعراء بالكلام، ومن الأشعار ما بقي قرونا يتداوله الناس، ومن الأشعار ما حرك القبائل وقلوبها. يعني لا تعتقد أنهم كانوا في ذلك الوقت يعظمون الشعر كثيرا، وإلى الوقت الحاضر يعني كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، وكان له عبد الله بن رواحة، وكان له كعب بن مالك، ثلاثة من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ليس من الذين قال الله عز وجل فيهم يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لا، هؤلاء من الذين استثناهم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هؤلاء شعراء ليسوا أصحاب أكياس الذهب والفضة الذين يعطوهم الشيكات بالأموال ويأتون أمام الأمراء يمجدون ويطبلون، ينافقون ويخدعون. لا، هؤلاء كانوا يقولون الحق وبه يعدلون، عليهم رحمة الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أجري بحث علمي محقق وثابت، وهذا البحث العلمي نشرته المجلة العلمية، مجلة علمية. والمجلات العلمية أيها الإخوة ليست مجلة عادية يعني ثقافية وتنشر في المكتبات يعني يبيعها الناس ويشتريها الناس بالدراهم. لا، المجلة العلمية هذه مجلات تجدها غالبا توجد في الجامعات، ويعني جمهورها أكثرهم طلبة في الجامعات ومراكز البحوث
وهي من مراجع رسائل الدكتوراه والماجستير، ويعني المجلات يعني كلها عندما تفتحها تجد في داخلها بحوث علمية سهر عليها علماء. فمجلة بحثية علمية، ليست مجلة يعني ثقافية عادية، هي مجلة لها قيمتها العلمية. هذه المجلة العلمية المشهورة التي هي تسمى جورنال اوف بلانت، ونسيت باقي الاسم يعني باقي هي مشهورة ولا اسمها. المهم أن فريق من العلماء الأمريكيون أخذوا بعض النباتات الاستوائية وعملوا عليها بعض البحوث، فوجدوا أن هذه النباتات تصدر نوع من الذبذبات يسمونها ذبذبات فوق الصوتية. فرصدوا هذه النباتات وقاموا بتسجيلات لهذه الذبذبات التي تخرج من النباتات بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة. هذا الكلام يا إخواني كلام علمي موثق، ليس كلام عاطفي يعني إنسان يتكلم به من باب حب الدين ونشر الدين، لا، لكن هذا كلام علمي يعني وقام به ناس غير مسلمين. وجدوا أن هذه النباتات تصدر هذه الذبذبات، يعني جلسوا يتابعون هذه القضية قرابة 3 سنوات، يتابعون هذه القضية ويعني يدرسون هذه الظاهرة، ما هذه الذبذبات، ما هذه الأصوات التي تخرج من النباتات، وهم ولا يستطيع الإنسان يسمعها طبعا، ولكن هناك أجهزة خاصة يعني فوق الصوتية هي يمكن أن يعني ترصد هذه الظاهرة المحيرة التي توصلوا إليها. وقاموا بتحليل هذه النبضات الصوتية، يحللونها في أجهزة تسمى بالأجهزة الكهروضوئية، وأيضا أحضروا لها جهاز يسمى جهاز الرصد الإلكتروني، ومكتوب اسمه بالإنجليزية يعني اسم خاص. وشاهدوا أن هذا الأمر متكرر دائما يحدث. ووجدوا، انتبه الآن، وجدوا أن هذه النبضات التي تخرج من النباتات، هذه النبضات الكهروضوئية تتكرر أكثر من 100 مرة في الثانية الواحدة، تتكرر أكثر من 100 مرة في كم؟ في الثانية الواحدة. في واحد بروفيسور اسمه ويليام براون، هو كان يقود هذا الفريق المتخصص في هذا الموضوع من العلماء يدرسون هذه الظاهرة، يعني ما هذه النبضات، ما هذه الأصوات، يريد أن يعرفوا يعني حل هذا اللغز. ويعني بعد النتائج التي توصلوا إليها وتأكدوا من هذه النبضات الكهروضوئية، إلا أنهم لم يجدوا تفسيرا علميا لهذه الظاهرة. يعني ماذا يعني ذلك؟ لم يفهموا. النبضات تحققوا منها، رصدوها، عرفوا العدد، عرفوا التوقيت، عرفوا كل شيء، لكن لم يعرفوا تفسير ذلك. يعني ماذا يدل على ذلك؟ ما هو الأمر؟ لماذا؟ يعني لم يجدوا تفسيرا علميا لهذا الموضوع. فماذا فعلوا؟ جمعوا النتائج وعرضوها على عدد من الجامعات، وأرسلوها إلى عدد من البروفيسورات والناس المراكز البحثية العلمية المتخصصة في الولايات المتحدة وهنا في أوروبا. وكل هذه المراكز التي أرسلوا إليهم هذه الظاهرة لم يجدوا تفسيرا. يعني ما هو التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟ لم يجدوا تفسيرا يعني لهذه الظاهرة. وكل الناس المتخصصين في علم النبات أصيبوا بالدهشة ولم يجدوا يعني تفسيرا. أعادوا التجربة مرة أخرى بعد 3 سنوات، أعادوا التجربة ووجدوا نفس النتائج، لكن من حسن الحظ أن الفريق العلمي البحثي المتخصص الذي أجرى العملية بعد 3 سنوات كان فيهم رجل عالم من العلماء هؤلاء، رجل بريطاني الجنسية، وكان مسلم من أصل هندي. فلما أصبح المجلس يتشاورون هؤلاء الباحثين والعلماء بعد 5 أيام من التجارب ومندهشين، هذه النبضات هذه موجودة 100 مرة في الثانية الواحدة، يعني يقاسوها وتأكدوا منها وكل شيء. عملوا التجارب المخبرية أيضا، حيرت الفريق البريطاني هذا.
الفريق البريطاني هذا أصبح حائرا في هذه النباتات التي تصدر هذه النبضات، ولم يجدوا لها أي تفسير. سكتوا. فقام هذا البروفيسور المسلم من أصل هندي البريطاني الجنسية وقال لهم: نحن المسلمون يعني لدينا تفسيرا علميا لهذه الظاهرة، وهذا التفسير عندنا موجود من أكثر من 1400 سنة. فقالوا له: يعني ما هذا التفسير؟ يعني نحن ما فهمنا، يعني لم نعرف يعني هذه الإشارات، يعني إشارات لماذا؟ فقال لهم هذا العالم العلماء الذين يعني حوله: إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. لله في خلقه شؤون والله على كل شيء قدير. ولسنا نستدل بهذا أن هذا هو الدليل على وجود الله وعلى قدرة الله وعلى وحدانية الله أو على صدق القرآن. قال تعالى: لا ريب فيه يؤمنون بالغيب. نحن نؤمن يقينا بأن الله ربنا، ونؤمن يقينا بأن هذا الكتاب كتاب من عند ربنا، ونسأل الله عز وجل أن يزيد إيماننا إيمانا ويقينا، وأن يرحم والدينا ووالديكم، يشفي مرضانا ومرضاكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومرحبا بكم غدا في حلقة أخرى من حلقات الفوائد. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استووا استووا. الله أكبر. ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.